النداهة، أو زي ما بيقولوا في الريف المصري الجنية. مش هيفرق اسمها إيه، بس المهم هي بتعمل إيه. ولازم تعرف مين هي النداهة قبل ما تسمع أغرب قصة أنت ممكن تسمع عنها عن النداهة. النداهة دي نوع من أنواع الجن اللي بيكون عايش في الترعة في القرى الريفية. كل اللي هي بتعمله بتتشكل بشكل ست حلوة وبتنده عليك، ولو انت رحت يبقى آخر يوم في عمرك. أهلا بيك في حكاية جديدة من ما لم يحكى في التاريخ بعنوان النداهة. سنة 1977 في قرية صغيرة في الريف المصري، الناس كانت بتقفل شبابيكها بدري، مش خوف من الحرامي لكن خوف من الصوت. كل سنة في نفس الليلة حد يسمع اسمه بيتنده عليه من ناحية الترع. كان في شاب اسمه سالم من أهل البلد، كان دايما بيضحك لما يسمع حكاية النداهة. كان شايف إن كل دي خرافات بيخوفي بها الناس، لكن جدته كانت دايما تقوله لو سمعت صوت بينده عليك بالليل اوعى ترد. وفي ليلة هادية والهوا ساكن بشكل غريب، سالم سمع حد بيهمس باسمه. في الأول افتكر إنه بيتخيل، لكن الصوت رجع تاني أوضح، وكان جاي من ناحية الترعة القديمة. خرج من البيت والغيطان حواليه كانت بتتحرك من الهوا كأنها بتهمس هي كمان. كل ما يقرب الصوت يبقى أوضح، وفجأة سمع جملة عمره ما ينساها: تعالى أنا مستنياك. وقف مكانه وبص ناحية الترعة وشاف ست واقفة بعيد لابسة اسود، وشعرها بيتحرك من الهوا وكأن وشها ما كانش باين. كانت ثابتة مكانها كأنها مستنياه من زمان. رغم الخوف سالم بدأ يقرب خطوة ورا خطوة، لكن أول ما وصل وقرب منها الصوت اختفى فجأة. وساعتها لاحظ حاجة غريبة، أصر رجلين على الطين، مشى ناحية بيت مهجور جنب الغيطان. البيت ده الناس كلها كانت بتخاف منه. دخل بحذر والغبار مغطي كل حاجة. القمر داخل من الشباك المكسور والمكان ساكت بشكل يخوف. كان حاسس ان في حد بيتفرج عليه. وهو بيلف جوه البيت لقى صورة قديمة مرمية على الأرض، ولما شالها اتصدم. الصورة كانت لنفس الست اللي شافها عند الترع. جسمه اتجمد مكانه، وجنب الصورة كان في جورنال قديم العنوان مكتوب فيه إن الست دي اختفت من 40 سنة في نفس الليلة وفي نفس المكان. فجأة الهوا اتغير والشبابيك خبطت مرة واحدة والدنيا سكتت تماما، وبعدين الصوت رجع تاني، لكن المرة دي جاي من وراه. الصوت كان جاي من وراه ناعم وهادي، لكن في حاجة تخوف. سالم وقف مكانه، قلبه كان بيدق بسرعة جدا لدرجة انه كان هيخرج من مكانه، وعرق بارد نازل من على رقبته. وببطء لف وراه. ما كانش فيه حد، بس الضباب فوق الترعة كان بيتحرك بطريقة غريبة. كان في شخص واقف جواه. وفجأة اتكرر الصوت تاني. سالم المرة دي قرب. سالم حس ان رجليه مش شايلاه، لكن جسمه بدأ يتحرك لوحده ناحية المية، خطوة ورا خطوة. وكل ما يقرب الصوت يبقى أهدى وأجمل وأخطر. وفجأة شافها، ست واقفة بعيد وسط الضباب، لابسة أبيض وشعرها طويل نازل على وشها. كانت واقفة جنب الترعة وساكتة، لكن الغريب إن رجلها ما كانتش لامسة الأرض. سالم حاول يصرخ، معرفش،
حاول يجري برضه معرفش. الست بدأت ترفع راسها ببطء، وسالم حس إن الدنيا كلها سكتت، لا صوت هوا ولا صوت مية، وحتى الحشرات اختفت. وفي لحظة اللي وشها ظهر فيه، سالم سمع صوت حد بيجري من بعيد. كان عمه عبد الجليل. جري ناحيته وشد بعنف بعيد عن الترعة، وسالم وقع على الأرض وهو بينهج. عبد الجليل كان مرعوب بشكل عمره ما شافه فيه قبل كده، وقال لي بصوت متقطع: إياك تبص وراك حتى لو سمعت اسمك بالليل. سالم فضل ساكت، لكن قبل ما يمشي بص ناحية الترعة للمرة الأخيرة. ما كانش في حد هناك، ولا ضباب ولا أي أثر للست، لكن كان في آثار رجلين مبلولة طالعة من المية متجهة ناحيته. ومن الليلة دي سالم بقى يسمع الصوت نفسه كل ليلة بعد المغرب، في الأول من بعيد، بعدها من تحت الشباك، وبعد أسبوع بقى يسمع الصوت جوه أوضته. وفي ليلة ممطرة أمه صحيت ما لقيتوش في السرير بتاعه. الباب بتاعه كان مفتوح، والطين مالي الأرض، وفي آثار رجلين ماشيين ناحية الترع. لكن اللي رعب أهل البلد إن الآثار دي كانت لرجلين نحيفة جدا وصغيرة جدا، لكن مش لواحد بالغ. دوروا عليه لحد الفجر، لكن سالم اختفى، ومحدش عرف هو راح فين لحد النهاردة. لو كنت ماشي جنب غيط بالليل وسمعت حد بينده باسمك بصوت بتحبه، ما تردش وما تبصش وراك أبدا، لأن مش كل الأصوات بتكون بشر، وهو ده ما لم يحكى في التاريخ. لو كملت القصة لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.